في الوقت الذي تتساقط فيه الدول في منطقة الساحل كأحجار الدومينو، وتتغلغل ميليشيات فاغنر الروسية وأذرع الحرس الثوري الإيراني في فوضى الانقلابات، كان هناك وحش صامت يبنى بهدوء مميت في أقصى الشمال الغربي للقارة. بعيداً عن الضجيج الإعلامي والخطابات الرنانة، كانت المملكة المغربية ترسم خريطة طريق عسكرية وتكنولوجية مرعبة. لم يكن الهدف مجرد الدفاع عن الحدود، بل كان بناء قوة ردع استراتيجية لا تقهر، قادرة على سحق أي تهديد قبل أن يولد. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أدركتا هذه الحقيقة مبكراً، فلم يجدا في إفريقيا بأكملها حليفاً أكثر موثوقية وذكاء من الرباط، فتحولت القوات المسلحة المغربية إلى كابوس تكنولوجي يسيطر على إفريقيا. وما هي الأسلحة الفتاكة التي وضعتها واشنطن وتل أبيب في يد هذا الحليف الاستراتيجي؟ لفهم هذا التحول المرعب يجب أن نعود إلى نقطة التحول التاريخية. الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة، المغرب وإسرائيل لم يكن مجرد معاهدة دبلوماسية، بل كان شهادة ميلاد لعقيدة عسكرية جديدة. في أروقة البنتاغون صنف المغرب كحليف رئيسي من خارج الناتو، وهذا التصنيف فتح أبواب الترسانة الأمريكية الأكثر فتكاً وتقدماً أمام القوات المسلحة الملكية. الخطة كانت واضحة: يجب أن يمتلك المغرب تفوقاً نوعياً لا يمكن لأي دولة في المنطقة مجاراته، لا في الحاضر ولا في المستقبل المنظور. المغرب يوقع صفقات لنقل التكنولوجيا. إسرائيل التي لا تشارك أسرارها العسكرية بسهولة فتحت أبواب صناعاتها الجوية والفضائية للرباط. زيارات وزراء الدفاع الإسرائيليين وقادة الأركان الأمريكيين إلى المغرب لم تكن بروتوكولية، بل كانت لربط أنظمة القيادة والسيطرة وجعل الجيش المغربي جزءاً من شبكة دفاعية إقليمية متطورة للغاية، قادرة على رصد دبيب النمل في الصحراء الكبرى. في الحروب الحديثة من يملك السماء يملك الأرض، وهنا قرر المغرب ألا يترك مجالاً للصدفة. القوات الجوية الملكية خضعت لعملية تحديث وصفت بأنها تغيير لقواعد اللعب. دخول أسراب من